أشهر كدبة في تاريخ الثورة الفرنسية بتقول إن الملكة ماري أنطوانيت لما قالوا لها إن الفلاحين مش لاقيين ياكلوا عيش ردت بكل برود: وماله، خليهم ياكلوا كيك. بس الحقيقة الجملة دي عمرها ما خرجت من لا مؤاخذة بق ماري أنطوانيت، لأن أول ظهور متوثق للكلمة دي في كتاب اسمه Confessions أو الاعترافات للفيلسوف جان جاك روسو. الكتاب ده اتكتب ما بين سنة 1765 و 1767، يعني وقتها ماري أنطوانيت دي كانت لسه عيلة صغيرة بتاع 9 سنين ولا حاجة، ولسه أصلا حتى يعني ما وصلتش فرنسا، لأنها اتجوزت لويس أوجست سنة 1770. روسو حكى ان كان في اميره عظيمه اقترحت ان الفلاحين ياكلوا البريوش لما العيش ما كانش موجود، بس روسو ما سماش حد ولا كان اصلا قصده ماري انطوانيت. الموضوع ده كله كان عشان التشهير السياسي او زي ما كانوا بيسموه وقتها الليبلز، واللي تقدر تقول انها كانت زي الميمز اللي بتتعمل النهارده على السوشيال ميديا وتلاقيهم واخدين رياكشن كده بتاع واحد في موقف معين وعاملين من وش امه ستيكرز ملزقينها لك في كل حته. كانت عامله زي كتيبات سريه كده مليانه اشاعات، اتهامات، واحيانا بيبقى فيها رسومات والفاظ بذيئه او اباحيه، وكانوا بيوزعوها على الناس في الشارع او بيلزقوها كمان على الحيطان. الملكه دي كمان كانت في الوقت ده اصلا هدف مثالي جدا للتقطيع فيها، وده لان مثلا اصلها نمساوي وكانوا بيسموها الكلبة النمساوية وبيقولوا عليها ألفاظ أبشع من كده بكتير، وخصوصا بعد ما حصل فضيحة عقد الماس سنة 1784 لسنة 1785 واللي اتهموها فيها ظلم إنها غفلت الجواهرجي ولطشت منه عقد ثمنه غالي جدا رغم إنها أصلا ما كانتش طرف في الموضوع ده. لكن الفضيحة دي خلت صورة الملكة الجحدة الحرامية المسرفة تتأكد عند الناس كلها.